السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وانصر أهل غزة، اللهم آمين يا رب العالمين. في قصيدة كده هقراها بصوتي. مش كفاية طياراتكم، مش كفاية، والمدافع مش كفاية، والقنابل والحصار والحرايق والدمار، والدموع في عين صغار، والجناين تبقى نار. مش كفاية. لو عايزني مرة اخضع خيروني، شوفوا يمكن لو ده ينفع بدلوني، ولما تلاقوش طريقة واجهوا لو مرة الحقيقة، واقروا من قرآني آية تفهموا أصل الحكاية، إني بضحك على الأنابل موتة جاية وقلبي قابل. تعرفوا ان القنابل والمدافع والشظايا والسلاح اللي معاكم مش معايا مش كفاية. موتوني 1000 مرة غصب عنكم بلادي حرة، موتوني 1000 مرة غصب عنكم بلادي حرة، وللنهاية كلمة بكتبها بدماية للي يستشهد ورايا، ان تمن الجنة دي لو حياتك مش كفاية. مش كفاية مش كفاية. ربنا يرحم كل شهيد، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل مكانهم في الفردوس الاعلى ان شاء الله. طياراتكم مش كفاية، والمدافع مش كفاية، والقنابل والحصار، كلمات جميلة. ربنا يا رب يجعلها سبب في ان احنا نقول كلمتنا اللي ما بنقدرش نعمل منها اي حاجة. خزي والعار، الخزي والعار فعلا للأمة العربية. الخزي والعار، لو ما الخزي والعار للزمن اللي احنا فيه. كل واحد خايف على الكرسي بتاعه، كل واحد خايف على حياته وعلى عيلته وعلى اولاده. عائلات اتدمرت وبيوت اتدمرت وناس اتدمرت وحياتهم اتدمرت. بتهجروا الناس من اماكنهم. حسبي الله ونعم الوكيل. قلتوا كسرتوا الحدود وكسرتوا الحصار، فين الكسر وفين اللي احنا بنشوفه؟ للأسف الكلام بتاعهم طلع صحيح، طلع صح فعلا. لهم حق يعملوا في المستشفيات كده، لهم حق يقتلوا ويضربوا ويقتلوا ويضربوا ويموتوا أطفال خدج، أطفال لسه ما تعرفش حاجة في الدنيا. لسه عايز كام طفل عشان تسكت وتبطل ضرب نار؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. ورنا فيهم آية يا رب، ورنا فيهم آية. ما علينا إلا الدعاء. ربنا ينصرهم، اجعل الحق حالفهم يا رب. ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم يا رب. يا رب ثبت أقدامهم يا رب. يا رب ما لنا غير الدعاء يا رب. انصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب. انصرهم، اللهم آمين يا رب العالمين. وسامحنا في تقصيرنا يا رب، سامحنا في تقصيرنا يا رب، سامحنا في تقصيرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. لو أول مرة تشوفوا القناة تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.